هذا صدمتيني زعما. علاش مسكينه بصح؟ علاش المشكل مع شي وظف ولا لا؟ شنو هي؟ إدارة كريمة غيد فاش اللي وقع لها ما فراسيش كاع انايا. لا ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول ما فراسيش اصلا. فاجأتيني. كيف كتعرفوا هذه هي كريمة غيث. كريمة غيث وقع لها مشكل في المطار على حسب العلم ديالي، انها اهانت موظف حكومي، ولهذا تمت المحاكمه نتاعها وحكموا عليها بشهرين النافذه. وهنا تمت الارتسامات نتاع بزاف الممثلين. يعني كان هذا هو السؤال الشهير نتاع شفتي فيه خلال المؤتمر، هو اش بان لك، اشنو هو الراي نتاعك في الحكم بشهرين نافذة على كريمة غيث. وكانت الارتسامات صراحة تختلف من ممثل الآخر. فكيف كتشوفوا يعني هذاك الارتسام الأول نتاع الممثلة المغربية، وتشوفوا معايا الارتسامات الأخرى، ومن بعد رجع لكم بالجديد الثاني. أنا شخصيا وأن كريمة صديقتي وفنانة كبيرة، وأنا كنعرفها مزيان، هي فنانة خلوقة جدا. طبعا الأحداث ما نقدرش نتحدث عليها لأن ما عرفناش شنو واقع، وما نبغيوش نتحدثوا نسبقوا الأحداث اللي نقدر مالها. بين بشهرين سجن النافذه وهي متابعه بحال الشهر. ما في خباريش نقول لها الله يخرج كل شيء على خير، وما تبغيها حتى شي واحد، وانسانه زعما ديجا خدمت معاها بروجي ماشي جوج ماشي ثلاثه، والله عمرها دار، وزعما لا يضر اي واحد. مالها. ومن اخبار المشاهير نمشيو للقنوات المغربيه نشوفوا يونس اش كيعاود، اش هاد الروينه واقعه يونس. هو على انها خصها قالت لهم انا راني في مكناس، وصلت لمكناس، وهي واش كتسكن في مكناس واش كتسكن في الصحراء العلم لله. صوناو على ناديه قالوا لها ودي خصك تعرضي البنت، والمصيبه يعني سعيد ما كاينش. الناس اللي ما فاهمينش هذا يونس مربوحه، كان مزوج بالسيده اللي كاينه اللي من ياك سمتها سميره. مهم طلقوا، عندهم 3 الوليدات، طلاق من تقريبا شي 3 سنين هذه ولا الله اعلم ماشي اكثر. ولا دابا قرر انه يتزوج بالسيده اللي كاينه حداه في الصوره. يلا دار الخطبه نتاعو غير هاد 3 ايام هادي. المهم دابا جاتهم واحد السيده قالت لهم بغيت نخدم عندكم في الدار. هاد السيده قالت لهم انا جايه من العيون وباغا نخدم عندكم ب 30,000 ريال. فهو دخلوا الشك كيفاش هاد السيده جايه من العيون بغات تخدم 30,000 ريال وما كنعرفوها. فرفضها وقال لهم لا ما تدخلوش علينا البراني. وبالتالي الاحداث غادي تبان وغادي يبان الوجه الحقيقي نتاع هاد المراه، والله اعلم بينه وبيه واش هاد الشيء حقيقه ولا لا. نسمعوا لهاد السيد اش كيقول. دخلوها للدار، هذه ديجا غلط، ما خص حتى شي انسان يطيح فيه. انسان انت لا تعمى طول البصيره بغى يخدم شي واحد وبغيتي شي وحده تعاون معاك، تكون معرفه، تكوني كتعرفيها شكون هي، بنت من، فين ساكنه، تشدي منها لاكارت ناسيونال، راه ماشي عيب. فوتوكوبي ديال لاكارت او موان توقع شي حاجه ولا هذه وتصوريها تصيفطيها لي صيفطيها لهذا، يعني او موان كتعرف هاد السيده دخلت هذاك للدار والراجل ديال الدار ما كاينش. هذا غلط اصاحبي وما خصوش يوقع. وراه هاد الشيء هذا راه ماشي هاد الشيء راه تيضحك هاد الشيء ولا تيبكي ولا ما شنو يدير الانسان. اول حاجه هاك السيده دخلت للدار قال لك السيدي بقاو جالسين شويه شويه، قالت لها رجلي كتنمل عليا، رجلي مسدي لي رجلي، اقسم بالله على سعدها وعدا ياك ناضو تيمسدوا لها كاك هي واكرام رجلها شد كاك لا كريز ولا كريك ولا شي يقولوا داك العجب. واش هذه جايه تخدم هذه ولا جايه كتقلب ولا جايه تخدم المهم اسمح لنا خويا قطعنا لك هضرتك، ولكن خصني دغيا نسد بين الناس اش طرا. السيده فاش سمعت ندوه خرج في واحد الاوديو في واحد الفيديو عفوا، وقال لهم لا ما يمكنش حنا نخدموا شي حد براني وطنانانانا. انا السيده سمعت الفيديو بقات الله يعطيه مصيبه اش بغى فيا، حرم عليا رزقي، هادشي عند اختو، وبقات عليه بالمعيار وبالسبان وهذا وطنانا. ناض اختو حيلاتها وكل شيء، قالت لها يلا خصك ترجعي راه خويا ما بغاش. داوها المحطه باش يخلصوا عليها ترجع في حالها. السيده جايه من العيون قالت لهم لا ما تخلصوش عليا، عطوني الفلوس غنمشي لراسي. يعني ما بغاتهمش يعرفوها منين جايه، لان محال واش جايه من داك العيون، الله اعلم بينه وبها منين جايه وشكون صيفطها ما علينا. من بعد بقات كتغوت في المحطه، قالت لهم هاد الناس سرقوني شفروني داو لي فلوسي داو لي وتعداو عليا. بداو الناس كيقولوا حشومه عليكم واش هادشي من التروينه في المحطه. المهم تناوبهم بيناتهم، ما عرفتش شكون اللي عنده الحق. دابا خلينا ندوزو على الفضوحه نتاع هي مستار. هذه ما عرفت متى غيديروا معها شي حل في هذا المغرب. المهم نشوف واش كتعاود حتى هي. فيه بالروح الحرام. انا بغيت بنتي ريتاج يقلبوها حتى هي، يقدر يكون دار لها شي حاجه.
مازال مع دوك الولاد. هادوك الولاد خصهم يا اما خيريه يا اما يشدوهم من عندها باي طريقه، لانهم اولا كنشوفوا طريقه التعامل تاعها معهم، العذاب اللي دايزين منه، لا قرايه لا تربيه، كيشوفوا المنكر اسفه قدام عينيهم، وزيدها دابا بهاد الكارثه اللي قالت. وفعلا يعني كاع الازواج نتاعها كيتشكاو منها، وزادها دابا دخلت الاطفال في هذه المعمعه هذه، فلازم يكون حل. نسمعوا بقيه القصه. بيوتي راه واحد الانسان ضارب 8 شهور ديال الحبس وكان كيبيع الكوكايين، راه غادي يقتل هذاك السيد، راه يقدر يقتل. انا باقا ما قلبتش ريتاج باش تعرفوا، بنتي ريتاج باقا ما قلبتهاش، كان عندي شك انه قاص ليا بنتي وباقا ما قلبتش ريتاج. راه انا كنطالب من طبيب شرعي يقلب ليا تا ريتاج، لان كان معايا مجرم في الدار، فهمتي؟ راه كنطالب من المخزن ملي يشدو يقلب حتى ريتاج، راه يقدر يكون اغتصب ليا بنتي وسط داري وانا ما فخباريش، حيت هذا مجرم خطير. اول حاجه هي قالت لك ما كانش السيده في الوعي ديالها. شنو هو السبب اختي اللي ما كنتش انت الوعي ديالك؟ الدواء اوكي، المهم حنا فهمنا ديك اللعبه نتاع الدواء اللي كل ساعه حاطه لنا الدواء ما علينا، عرفنا شنو هو الدواء اللي كتعني اللي كتقصدي ولا كتستعملي، الله يعفو عليك. تاني حاجه، هاد السيد انت ما جاك انك تقلبي بنتك وتفكري بنتك من بعد سنين، الا حتى قال لك صافي البنت تطلق، انت راه خصك معاقبه، انت الاولى قبل ما يتعاقب هو، رغم انني سمعت بانه هو دابا راه تقدم للشرطه من وراء هذا الاعتراف اللي قلتيه، ولكن اول واحد خصو يتشد هو انت كنتي شاكه وما قلبتي بنتك وما والو، كنتي تتسنى حتى يقول لك هو بنت تطلق، يعني كون ما قالهاش لك غتخليه ما كيكمل في ديك اللعبه ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله. خليونا نسلوا الهم، ولكن ما غنلقاو يهم كثار منه. شوف هاد اختنا حتى هي الله يشافيها والله يعفو عليها، ولكن غلط كان السبب من عندها هي. المهم شوف القصه. فهاد الاخت هذه كانت مصاحبه مع واحد السيد، هي مطلقه عندها وليداتها وكان موعدها بالزواج. نسمعوا القصه. يلا عاودي شنو دايرك؟ ربطنا كيما ولداتني امي مهرجين، قال لي يرفي فوق وراسي لتحت، خب عليا الملح على وجهي عويل، كيضرب فيا بتيو ديال البوطه ونطرق الراس. من نهار الجمعه ولا كناكو خلاص، حتى اليوم واعد هرب. والبوطه فين ضربك بالبوطه؟ ضربني البوطه لطلعت شي بوطه كبيره. شنو وكلك؟ قال لي كاكا وكولا سبيسيال، كولا ديال الصبابط. كاكا ديال من؟ كاكا ديالو وكولا لي. شنو اللي كان دير لك رابطني فيا الثقه. ونسمعوا القصه من طرف الام ديال الضحيه. اخويا كانت خدامه في الفرانيه وياه، ملي خدمت معاه دارت معاه علاقه، قال لي باغي نتزوج بيك. صافي ملي مشات عنده ما تزوجش بها، صافي بغات تبقى غير هكاك، ما لا زواج لا والو. صافي ملي كتهرب منه قالت لي ولد الناس انا حيت هي كتبغاتو باش زعما كاين ربي لها بنياتها وباش دير مستقبلها. هو ملي صافي كيعلفها كتهرب، ملي كتهرب انا درت بيه شكايه، تلقى لها شدها عذبها. ملي شدت دايره من نهار الجمعه وهي مربوطه، الجمعه والسبت والحد والاثنين والثلاث والاربعاء هذا هربت. حتى ملي